السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب. ان شاء الله هنكمل شابتر 5 مع بارت 3 هنتكلم فيه عن الفيو والسيكونس. اتكلمنا في بارت 1 عن ان انت ازاي تكري التيبل، ازاي تعدل في التيبل، ازاي تعمل دروب للتيبل. اتكلمنا في بارت 2 عن الكونسترين، اتفقنا ان احنا عندنا 5 كونسترين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفيو والسيكونس. اول حاجة احنا اتفقنا عندنا التيبل الاوبجكتس بتاعنا في الداتابيز. عندك شويه اوبجكت مهمه. اول حاجه التيبل، قال لك التيبل دوت هو البيزك يونت اوف ستورج، هو الحاجه الاساسيه بتاعتك اللي بيتكون من الرو والكولوم. الفيو اللي هنتكلم عليه النهارده هو بيقول لك represent subset of الداتا، يعني انت بتعبر عن الداتا جايه من تيبل، ممكن من تيبل واحد او من اكتر من تيبل. والسيكونس قال لك بيجنريت نيوميريك فاليو، بيديك ارقام يونيك. الاندكس قال لك الاندكس بيزود البرفورمانس اللي هو هنتكلم عليه في الاوبتمايزيشن. والسينونيم دوت ممكن مثلا لو عندك تيبل عاوز تديله اسم تاني، بتستخدم السينونيم عشان تدي alternative نيم للاوبجكت. نبدا باول حاجه الفيو. ايه هو الفيو؟ الفيو اعتبره ان هو اكنه سكرين شوت. انت مثلا عندك التيبل بتاعك اهو، تاخد منه سكرين شوت. يعني مثلا انت عاوز اليوزر اللي جاي يخش على السيستم عندك عاوز يشوف مثلا الجزء ده بس، فانت بتجهز له دوت على شكل فيو وهو يشوف ده، ممكن ما يشوفش باقي الداتا. يعني مثلا هنا هو شايف الاي دي، شايف اللاست نيم، شايف السالري، لكن هو مش شايف الفون، مش شايف الهاير ديت، مش شايف الايميل. انت بتوري له الحاجه اللي انت عاوز توريها له بس. ايه هي مميزات الفيو؟ عندنا اكتر من حاجه. اول حاجه restricted data access. يعني ايه restricted data access؟ يعني لو انا مثلا عندي sensitive data فانا بخفيها عن اليوزر، بوريه الداتا اللي انا عاوز اوريها له بس. make complex query easy. يعني مثلا لو انا عندي مثلا تيبل كبير جدا وفيه كويريز كتير جدا، فانا ممكن اعمل لها فيو بسيط ويعرض المهم اللي انا عاوزه. فانت هنا بتقول ايه؟ make complex query easy، بتخليها سهله. بروفايد داتا اندبندنس، قال لك بروفايد داتا اندبندنس بتخلي الفيو دوت مستقل عن التيبل ده. فبتعمل اندبندنت، بتخليه مستقل عن التيبل الاساسي اللي هو التيبل الكبير، او ممكن يكون اكتر من تيبل. فانت بتعمل هنا اندبندنت. بيقول لك بتدي ديفرنت فيو. ممكن مثلا تعمل فيو على التيبل وتعمل فيو تاني على نفس التيبل بس بطريقه مختلفه، فانت هنا بتعمل ديفرنت فيو لنفس الداتا. يبقى تاني ايه هي مميزات او الادفانتج بتاعت الفيو؟ اول حاجه ريستريكتد داتا اكسس، بخفي بحافظ على السنسيتيف داتا بتاعتي. ميك كومبلكس كويري ايزي، الكويري اللي هي كومبلكس ومعقده عندي بخليها سهله. بروفايد داتا اندبندنسي، وبريزنت ديفرنت فيو اوف سيم داتا، يعني ممكن تعمل اكتر من فيو لنفس الداتا. عندنا نوعين مهمين جدا، الجزئيه دي مهمه. ممكن مثلا يجي سؤال في الامتحان يقول لك قارن ما بين السيمبل فيو والكومبلكس فيو. اول حاجه السيمبل فيو. سيمبل فيو من اسمه هو بسيط، يبقى هو جاي من كام تيبل؟ مش احنا اتفقنا ان الفيو بتروح تعمل فيو من تيبل عندك او من اكتر من تيبل؟ فالسيمبل فيو بيجي من تيبل واحد بس، تمام. انما الكومبلكس فيو بيجي ممكن من تيبل واحد وممكن من اكتر من تيبل، تمام. السيمبل فيو ما بيبقاش فيه فانكشن، ما بيبقاش فيه اي فانكشن ولا اي جروب اوف داتا. يعني مثلا الماكس والمين والاجريجيت فانكشن والكلام ده كله ما مش موجود في السيمبل فيو. انما في الكومبلكس فيو موجود عادي. كومبلكس فيو ممكن تعمل جوين، ممكن تعمل جروب باي، ممكن تعمل اكتر من فانكشن عادي. الدي ام ال اوبريشن، السيمبل فيو متاح تعمل دي ام ال اوبريشن. ايه هي الدي ام ال اوبريشن ديت؟ اللي هي الانسيرت والابديت والديليت، يبقى متاح في السيمبل فيو تعملها. الكومبلكس فيو مش متاح. تاني الفرق ما بين السيمبل فيو والكومبلكس فيو، قلنا السيمبل فيو بيبقى جاي من كام تيبل؟ من تيبل واحد بس. هل بتقدر تعمل عليه فانكشن او تعمل عليه جروب اللي انت تجمع الداتا اللي هي حته الجروب باي؟ هل بتقدر تعملها في السيمبل فيو؟ لا، ما ينفعش. الدي ام ال اوبريشن هل تقدر تعمل انسيرت ديليت ابديت؟ ينفع بس بشروط هنعرفها كمان شويه. الكومبلكس فيو بيبقى جاي ممكن من تيبل او من اكتر من تيبل، فيها فانكشن وفيها جروب باي، فيها الماكس والمين والجوين كل حاجه. هل اقدر اعمل عليها انسيرت وديليت ابديت؟ مش هينفع. يعني مثلا انت مثلا جايب داتا من 3 تيبل، هتعمل انسيرت لو مثلا عايز تعمل ديليت، فانت انهي حاجه اللي هتمسحها او انهي حاجه اللي هتعمل عليها ابديت؟ فديت فكرتها ان هي ما ينفعش نعمل عليها دي ام ال اوبريشن. والمقارنه دي مهمه جدا، تمام. نخش بقى على الكويري، ازاي نكريت فيو. اول حاجه عندنا حاجات اساسيه موجوده وحاجات اوبشن. الاساسي اول حاجه لازم تقول له كرييت فيو، بعد كده اسم الفيو، بعد كده بتقول له از وتدي له السب كويري. دي الحاجه الاساسيه اللي عندك. يبقى لما تيجي كريت فيو بقول له ايه؟ بقول له كرييت، بعد كده فيو، بعد كده اسم الفيو اللي انت عاوزه، عايز تسميه اي حاجه بتسميه. بعد كده بتقول له از، بعد كده سب كويري. ايه السب كويري دي؟ اللي هو التيبل اللي انت هتجيب منه الداتا، او لو عندك اكتر من تيبل فبتكتبها في سب كويري، تمام. ايه بقى باقي الحاجات ديت؟ بيقول لك لو انت عاوز تيجي تعدل في الفيو
بتقول له كرييت اور ريبليس. يبقى كرييت اور ريبليس لو انت عاوز لما تيجي تعدل على الفيو. تمام. ايه فورس ونو فورس دي؟ بيقول لك فورس ديت لو انت مثلا عايز تكريت فيو لتيبل مش موجود في الداتابيس، فانت بتقول له فورس. يعني انت هقول له، يعني انت بتقول له مثلا، بتقول له انا هكريت الفيو وكمان شويه هعمل التيبل ده. انما هو الديفولت نو فورس. يعني ايه نو فورس؟ يعني لو انت بتكريت فيو لتيبل مش موجود في الداتابيس فهيطلع لك ايرور، ده الديفولت الموجود. تمام. ايه الاقواس ديت بقى؟ ممكن لما تيجي كاريت فيو تفتح اقواس زي كده وتحط فيها الالياس نيم. ايه الالياس نيم دوت؟ يعني مثلا انت عندك اسم، مثلا اسم الكولوم مثلا اي دي مثلا، فانت عاوز تسميه اسم تاني فبتحطه هنا كالياس نيم، وهكذا بقى مع باقي الكولوم. تمام. ايه ويز تشيك اوبشن ديت؟ ويز تشيك اوبشن بيقول لك لو انت لما مثلا تيجي تعمل على الهوير كونديشن، بتقول له مثلا هوير ديبارتمنت اي دي مثلا بيساوي 50، فانت هنا بتقول له ويز تشيك اوبشن يعني لازم يجيب الديبارتمنت بتاعه 50. ويز ريد اونلي يعني ما ينفعش اعمل تعديل، يبقى انا هعمل سيلكت بس. هو من الاخر اللي انا هقرا بس الفيو دي. يبقى احنا قلنا ايه الحاجه الاساسيه اللي انت تعمل كرييت، بعد كده فيو، بعد كده اسم الفيو، بعد كده بتقول له از تديله السب كوير. باقي الحاجات دي اوبشن. تمام. كرييتنج فيو، ازاي كريت فيو؟ قلنا بقى احنا اتفقنا كرييت، بعد كده فيو، بعد كده اسم الفيو هنا مسميه مثلا ام بي فيو 80. تمام. بعد كده از، ايه اللي جوه الاز ده بقى؟ ده السب كويري. بيقول له سيلكت، بقول له روح هات الامبلوي اي دي واللاست نيم والسالري. هتجيبهم منين؟ هاتهم لي من تيبل الامبلويز. تمام. امتى بقى؟ لما الديبارتمنت اي دي بيساوي 80. يبقى هو هيروح على تيبل الامبلويز ويجيب لك 3 كولوم بس، اللي هو الاي دي والنيم والسالري. تمام. هيجيب اني اللي هو الديبارتمنت اي دي بتاعه 80 بس، اي حاجه غير كده مش هيجيبها. كده الفيو كاريت. عاوز تشوف الفيو بتعمل ديسكرايب فيو، ديسكرايب واسم الفيو. تمام قوي. اتفقنا حته اللي هي الالياس نيم. يعني ايه الالياس نيم؟ يعني مثلا انا هنا بقول له كرييت، بعد كده فيو، بعد كده اسم الفيو. تمام. بعد كده از بقول له سيلكت امبلوي اي دي. لا انا مش عاوزه فوق هنا دوت اسم الكولوم هيبقى اسمه امبلوي اي دي، وهنا اسم الكولوم لاست نيم، وهنا اسم الكولوم سالري. تمام. هنا بقى لا انا مش عاوزه اسمه كده، انا عاوز يكون اسمه اي دي نمبر. فبعمل ايه؟ بقول له امبلوي اي دي واعمل مسافه اي دي نمبر. الاسم ده انت اللي بتسميه براحتك، هو مثلا هنا سماه اي دي نمبر، انت عاوز تسميه اي دي بس براحتك. اللاست نيم قال لك خلاص انا عاوز اسميه نيم. طب السالري عمل ايه بقى؟ ضربها في 12. تمام. بعد ما ضربها في 12 قال لك هيبقى اسمها الانيوال سالري. تمام قوي. هتجيبهم منين؟ هتجيبهم من تيبل امبلويز. امتى؟ لما الديبارتمنت اي دي بيساوي 50. يبقى فكره السلايد ديت بيقول لك ان انا بدي الياس نيم. يعني ايه الياس نيم؟ بالمعنى الحرفي اسم مستعار. يعني مثلا الاي دي نمبر دوت ده اسم الكولوم ده، النيم ده اسم الكولوم ده، الانوال سالري ده اسم الكولوم ده. تمام قوي. عايز اجيب فيو، قلنا بنقول سيلكت استريك فروم اسم الفيو، هيطلع لك اهو. طلع لي اهوت اسم، ادي الكولوم الاولاني وادي التاني وادي التالت وادي التيبل بتاعك. دوت مش التيبل، ده الفيو اللي انت عملته على التيبل. تمام. لو عاوزين نعدل على الفيو، اتفقنا في جزئيه اللي هي كرييت اور ريبليس. يبقى لو عايز تعدل بتقول له كرييت اور ريبليس الفيو واسم الفيو بتاعك. هنا مثلا هو عاوز يعدل، عاوز يضيف الالياس نيم، الجزئيه اللي انا قلت لكم عليه. عمل اقواس اهوت، وقال لك مثلا، قال لك الامبلوي اي دي دوت انا هسميه اي دي نمبر. تمام. الفيرست نيم عمل كونكت ما بين الفيرست نيم واللاست نيم. ده شكل الكونكت اللي انت بتجمع الاثنين، الفيرست نيم واللاست نيم في حته واحده في كولوم واحد اسمه النيم، يبقى انت عملت كونكاتينيشن ما بين الاثنين. السالري قال لك هيبقى اسمها سيل اللي هي فوق دي. الديبارتمنت اي دي قال لك هسيبها زي ما هي اسمها ديبارتمنت اي دي، تقول له فروم من التيبل وير كذا. يبقى السلايد ديت بيكلمك عن الموديفاي فيو. لما اجي اعمل تعديل بقول له كرييت اور ريبليس. تمام. لا احنا كده اتكلمنا عن السيمبل فيو. قلنا ان السيمبل فيو بيبقى من تيبل واحد بس. طب نيجي نشوف الكومبلكس فيو. هنا بيقول لك ايه؟ كرييت عادي، اور ريبليس دي عايز تسيبها عاوز تشيلها عادي، ديت اوبشن. بعد كده فيو، اسم الفيو ايه؟ ديبت، بعد كده اسمه. تمام. الكولوم السطر دوت الالياس نيم. يعني مثلا عاوز الكولوم الاولاني هيبقى اسمه نيم، الكولوم الثاني اسمه كذا، الكولوم الثالث اسمه كذا. تمام. نيجي نشوف بقى الكويري بتاعت الكومبلكس فيو. بيقول لك از، اتفقنا ان بعد از بنكتب السب كويري، فانا هقول له سيلكت. هيعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان الكومبلكس فيو بيبقى من اكتر من تيبل. يبقى هو قال لك ايه؟ قال لك فروم امبلويز جوين، عمل جوين مع الديبارتمنت. الجوين ان شاء الله هنتكلم عليه في شابتر 6، ولكن هو هنا سريعا هو عمل جوين ما بين اتنين تيبل، فهو كده هيجيب الداتا من اكتر من تيبل. يبقى انا كده شغال كومبلكس فيو. يبقى بيقول لك ايه؟
يبقى الدي اللي هو بتاعت الديبارتمنت هيجيب منها الديبارتمنت نيم، بس هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها نيم، لان انت قايل له في الالياس نيم اسمها نيم. بعد كده السالري هيعمل عليها اللي هي الاجريجيت فانكشن اللي هي المين والماكس والافريج. احنا اتفقنا ان الكومبلكس فيو اقدر اعمل عليه جوين، اقدر اعمل عليه اجريجيت فانكشن عادي. فهو هيجيب المينيمم بتاعها، هيجيب الماكس بتاعت السالري المينيمم والماكس، وهيجيب الافريج بتاعها. بتقول له هتعمل جوين. فكره الجوين اللي انت بتقول له فروم من اكتر من تيبل. امتى؟ لما البرايمري كي بيساوي الفورين كي، البرايمري كي اللي في التيبل الاولاني بيساوي الفورين كي في التيبل الثاني، فتعمل جوين ما بين الاثنين تيبل. جروب باي الديبارتمنت نيم. الجروب باي اللي هي اول حاجه بعد السلكت هنا. تمام. يبقى الكومبلكس فيو اقدر اجيب الداتا من اكتر من تيبل، اقدر اعمل عليها الاجريجيت فانكشن اللي هي المين الماكس الافريج، اقدر اعمل عليها جوين، اقدر اعمل عليها جروب باي. تمام. بيقول لك بقى شويه قواعد. بيقول لك رولز فور القواعد عشان تعمل الدي ام ال اوبريشن. اتفقنا الدي ام ال اوبريشن اللي هي الانسيرت الابديت الديليت. تمام. الدي ام ال اوبريشن بتتعمل على ايه؟ على السيمبل فيو بس. طب امتى مثلا؟ امتى احنا اتفقنا ان احنا عندنا الديليت؟ نبدا باول حاجه الديليت. امتى ما اقدرش احذف؟ يعني انا اتفقت اللي احنا من اول كده السلكت اساسي. قلنا نعمل ديليت ابديت انسيرت. طب امتى ما اعرفش اعمل ديليت؟ لو الفيو بيحتوي على ايه؟ لو الفيو فيه جروب فانكشن او جروب باي. لو الفيو فيه جروب فانكشن او جروب باي مش هعرف اعمل ديليت. لو في distinct. لو بص بيقول لك you cannot remove a row if the view contains the following. لو في الفيو هو قصده، ممكن يكون قصده هنا مثلا ان التيبل بتاعك فيه جروب باي او distinct ديت اللي هو يجيب لك اليونيك نمبر، او مستخدم رو نم ديت بتجيب لك يعني مثلا تقول له واحد اللي هو الصف الاولاني هيخزن لك واحد، الصف الثاني هيخزن لك اتنين. دي بتتعمل اوتوماتيك. احنا كده متفقين ان السمبل فيو ما بينفعش عليه الجروب باي ولا الكلام ده. بس هو بيقول لك لو انت الفيو اللي انت جايبه من التيبل بتاعك لو فيه جروب فانكشن او جروب باي او ديستنكت او رو نم، يبقى مش هتقدر تعمل ديليت. ما هو انا مش عارف اعمل ديليت ليه؟ لان انت عامل جروب باي، فهتعمل ديليت لانهي واحده؟ تمام. يبقى دي القواعد عشان ما اقدرش اعمل ديليت. يقول لك you cannot remove a row if the view contain. تمام. بيقول لك احنا كده اتفقنا اتكلمنا عن الديليت، نتكلم على الموديفاي. بيقول لك you cannot modify لو الفيو فيه جروب. اتفقنا نفس الحاجات اللي فوق، جروب وجروب باي والديستنكت والرو نم. وقال لك لو في defined by expression. ايه defined by expression؟ اللي هي حته اللي هي مثلا ممكن تيجي مثلا تقول له الانوال سالري اضربها في 12 مثلا، فدي اسمها expression. فلو موجوده مش هقدر اعمل موديفاي. طب امتى ما اقدرش اعمل اد؟ لو نفس الكلام الجروب فانكشن اللي هي جروب باي والديستنكت والرو نم والاكسبريشن وحاجه كمان. قال لك نوت نال كولوم. قال لك في البيس تيبل لو التيبل الاساسي التيبل الاصل اللي انت عامل منه فيو ما فيهوش فيه نوت نال، يبقى بيقول لك نوت نال كولوم ان ذا بيس تيبل that are not selected by view. يعني ايه السطر ده؟ بيقول لك لو انت عندك في التيبل الاساسي عامل نوت نال، بس النوت نال انت ما عملتلوش سيلكت في الفيو، فانت كده مش هتعرف تضيف الداتا. يبقى سريعا الدي ام ال اوبريشن عندك شويه رولز. امتى ما اقدرش اعمل فيو؟ قصدي امتى ما اقدرش اعمل ريموف؟ لو عندي جروب فانكشن اللي هي جروب باي، عندي ديستنكت، عندي رو نم. تمام. ده ما اقدرش اعمل ريموف. امتى ما اقدرش اعمل موديفاي؟ نفس الحاجه بس هزود عليهم الاكسبريشن. طب امتى ما اقدرش اعمل اد؟ نفس الحاجات بالظبط، بس بيقول لك ايه؟ لو النوت نل موجوده في البيس تيبل بس مش انت ما عملتلهاش سيلكت في الفيو، فمش هتقدر تعمل اد. يبقى بيقول لك هنا النوت نال كولوم موجوده في البيس تيبل. ايه البيس تيبل ده؟ اللي انت عملت عليهم فيو. قال لك مش موجوده not selected by the view. اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اوبشن اسمها ويز تشيك اوبشن. ويز تشيك ديت بيقول لك اللي انت ويز تشيك اوبشن يعني لازم. قال لك ويز تشيك اوبشن كونسترين بعد كده اسمها لازم يتشيك ان الديبارتمنت اي دي يكون ب 20. لو مثلا قلت له على 50 مش هيجيبه لك، هو هيعمل على ال 20 بس. ديناي دي ام ال اوبريشن بيقول لك اللي انت عاوز ان انت هتوقف الدي ام ال اوبريشن الانسيرت والابديت وديليت، مش هتخليه يعمله. امتى؟ لو قلت له ويز ريد اونلي يبقى كده هو هيعمل سيلكت بس. لو قلت له ويز ريد اونلي يبقى كده اللي هيجي يشوف الفيو هو هيقدر يعمل حاجه واحده بس وهي السيلكت. عايز تحذف الفيو بتقول له دروب، بعد كده بقول له فيو، بعد كده اسم الفيو، يبقى دروب فيو ام بفيو 80 حذفت الفيو. تمام. كان الجزء الفيو الاولاني من المحاضرة. نخش بعد كده على جزء السيكونس. تمام. نكمل. ايه هو السيكونس؟ قال لك السيكونس كان اوتوماتيكالي جنريت يونيك نمبرز. يعني ايه؟ قال لك هو بيولد لك ارقام بشكل تلقائي، بيديك يونيك نمبر بشكل تلقائي. بيشتغل في الشيرابل اوبجكت، يعني ممكن تعمله على التيبل، على الفيو، على اكتر من حاجه عادي. بيكاري طبعا برايمري كي. ليه؟ لانها يونيك نمبر، يونيك فاليو.
ريبليس ابلكيشن كود عادي بتستخدمها في الابلكيشن كود، بيزود الافشنسي، بيزود الافشنسي بتاعتك. تمام. ازاي كاريت السيكونس؟ برضو نفس الكلام، عندنا شويه حاجات لازم تتعمل وشويه حاجات اوبشن. بتقول له كرييت، بعد كده بتقول له سيكونس، بعد كده اسم السيكونس. حاجات لازم تبقى موجوده. بتقول له انكريمنت باي. ايه انكريمنت باي دي؟ بعد كده الرقم. انكريمنت باي ديت اللي هو مقدار الزياده. يعني مثلا انا عاوز كل مره يزيد بواحد، عاوز كل مره يزيد باتنين، فانت بتقول له انكريمنت باي مقدار الزياده. ستارت ويز، بتقول له مثلا نبدا للسيكونس دوت مثلا، نفترض مثلا من واحد، فهو هيبدا بواحد. انت قايل له فوق انكريمنت باي واحد، يبقى هيبقى بواحد اتنين تلاته وهكذا. اللي تحت دول كلهم اوبشن. يبقى انت الجزء الاساسي بتاعك الثلاثه اللي فوق دول، اللي هو كرييت سيكونس، اسم السيكونس، بعد كده انكريمنت باي، وبعد كده ستارت ويز. اللي تحت دول شويه حاجات اوبشن. قلنا ماكس فاليو، يعني مثلا انا بقول له مثلا لحد 500 مثلا، ماكس فاليو 500. اول ما توصل 500 خلاص وقف. بس الديفولت ان هو ماكس فاليو، ما فيش ماكس فاليو. مين فاليو نفس الكلام، اقل قيمه عندك الديفولت ان هو مين فاليو. سايكل، نفترض مثلا قلت له هنا في الماكس فاليو مثلا 500، فانا لو قلت له سايكل فهو هيوصل عند ال 500 ويلف ويرجع تاني، ولكن الديفولت فاليو نو سايكل. الكاش ان انت بتكيش الحاجه، بتحفظ الحاجه عندك في الميموري، بس الديفولت نو كاش اللي انت مش بتسيفها. تمام. ازاي كاريت سيكونس؟ هنا بيقول لك اهوت كرييت سيكونس، بعد كده اسم السيكونس. هنا قال له ايه؟ قال له انكريمنت باي، يعني كل مره هيزيد ب 10. تمام، كل مره هيزيد ب 10. بعد كده بيقول له ستارت ويز 120، يعني ابدا من عند 120. القيمه الماكس بتاعتك 9999، دي الماكس بتاعتك. يبقى هو هيبدا ب 10. لا، هو هيبدا بكام؟ هيبدا ب 120، وكل مره هيزيد ب 10، يعني 120 130 140 وهكذا لحد ما يوصل للرقم ده. بس انت قايل له هنا نو كاش ونو سايكل، يعني مش هيكيش الحاجه ومش هيلف. يعني اول ما يوصل الرقم دوت مش هيرجع تاني من الاول، خلاص هو كده خلص السيكونس. النكست فاليو والكرنت فاليو. تمام. ازاي بقى اعرض الحاجه نيكست فاليو؟ ازاي تعرض السيكونس ده؟ نيكست فاليو وكرنت فاليو، لازم اول حاجه تتعمل هي النيكست فاليو. النيكست فاليو ديت بتجيب لك الرقم اللي عليه الدور. يعني مثلا النيكست فاليو بتقول له مثلا نيكست فاليو، بتقول له سيلكت نيكست فاليو، وبيجيب لك الرقم اللي هو عندك. هنشوف المثال دلوقتي، المثال هيوضح. والكرنت فاليو بيرجع لك القيمه الحاليه. الكرنت فاليو بيرجع لك اخر قيمه للنيكست فاليو. نشوف المثال عشان نفهم اكتر. هنا بيقول لك استخدام السيكونس. لو انت مثلا عايز تعمل انسيرت مثلا في تيبل، عايز تضيف داتا، فبتقول له مثلا ايه ديبت دوت نيكست فاليو، فهو مثلا القيمه ديت هيضيفها في التيبل ده اللي هو الديبارتمنت اي دي، فكل مره هيضيف القيمه بتاعت النيكست فاليو دي. كاشنج السيكونس، لو انت مثلا ثواني عايز اشوف مثال بس على النيكست فاليو والكرنت فاليو. تمام نكمل. انا رجعت بس وقفت بس عشان اجيب مثال على السيكونس، على الجزء النكست فاليو وكرنت فاليو. هنا انا عايز اكريت سيكونس، فانا بقول له كرييت سيكونس، بعد كده اسم السيكونس، بعد كده انا بقول له ابدا بواحد، بعد كده كل مره زد بواحد، بعد كده مش هتعمل كاش ولا هتعمل سايكل. تمام. نيكست فاليو، قال لك يعني ايه نيكست فاليو؟ قال لك نيكست فاليو بيقول لك هات الرقم وممكن تبقى تزود عليه القيمه. نيكست فاليو اللي هو يعني مثلا بقول له سيلكت امبلوي دوت نيكست فاليو فروم دول. الكلمه ديت هنعرف دلوقتي معناها. يبقى النكست فاليو هيطلعها لك بواحد. طب لو عملت نفس دي، لو رنيت الكويري ديت تاني، هيطلع لك اتنين. يبقى كل مره بيزود واحد، لان انا كل مره قايل له بيزود واحد. اهو لو انا عملتها اول مره طلع واحد، تاني مره طلع اتنين، تالت مره طلع تلاته. تمام. طب ايه الكرنت فاليو؟ بيقول لك هات لي اخر قيمه للنكست فاليو. يعني لو قلت له كرنت فاليو هيجيب لك اخر قيمه. اخر قيمه هنا كانت ايه؟ كانت تلاته، فهيجيب لك هنا التلاته. قال لك ما ينفعش تستخدم الكرنت فاليو الا بعد ما تستخدم، لازم تستخدم النكست فاليو الاول، بعد كده تستخدم الكرنت فاليو. تمام. قلنا التيبل دوت، قلنا ده جدول خاص بالاوراكل، بيبقى فيه صف واحد وعمود واحد. بتستخدمه امتى بستخدمه مثلا لما اجي اعمل سيكونس، الحاله اللي احنا فيها دي. يبقى دوت اسم التيبل اللي هو بيبقى فيه الجزء السيكونس بتاعنا. تمام. يبقى ده بالنسبه للنكست فاليو وكرنت فاليو. قلنا لازم نعمل في الاول نكست فاليو، وبعد كده براحتك اعمل كرنت فاليو. تمام. هنا بيقول لك كاشنج السيكونس، بيقول لك ان الكاش بيخلي الوصول، الكاش السيكونس لما انت تكايش الحاجه بتخلي الميموري اسرع. بس ممكن يحصل جابس، ممكن يحصل فجوات. ليه؟ قال لك لو حصل رول باك، لو انت مثلا عاوز ترجع الداتا اللي انت مكايشها دي عاوز ترجعها، السيستم ممكن يكراش، السيستم ممكن يقع. قال لك لو انت عامل سيكونس في تيبل تاني، فدوت ممكن يعمل لك ايه؟ يعمل لك جابس في السيكونس بتاعك. لو عاوز اعدل على الفيو، قصدي لو عاوز اعدل على السيكونس، السيكونس،
بقول له alter، بعد كده السيكونس، بعد كده اسم السيكونس. طبعا ما ينفعش تعدل على الستارت، ما انت قايل له خلاص انت بدأت، فانت ممكن تعدل على حته اللي هي انكريمنت باي. بدل مثلا ما انكريمنت باي 10، لا خليه انكريمنت باي 20. بدل ماكس فاليو ما كانت كذا خليها كذا. لكن الستارت ويز ما ينفعش تعدل عليه. تمام. بس بيقول لك جايد لاين فور موديفايد سيكونس يو ماست بي اونر، لازم انت تكون الاونر بتاع السيكونس دوت. only feature sequence are affected، اخر حاجه اللي هي بتتاثر يعني. في الاخر بيقول لك لو انت عاوز بقى تحذف السيكونس بتاعك دوت، بتقول له دروب سيكونس اسم السيكونس. كنا في الفيو كنا بنقول دروب فيو اسم الفيو. تمام اهو. ده كده بالنسبه للسيكونس والفيو سريعا يعني على المحاضره بتاعته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.